قولي لي يا بنتي يا ام حسام، احط انهي لون من الحاجات اللي قدامك دي؟ ايه رايك؟ ايه ده؟ انت جبت الحاجات دي منين يا حماتي؟ من النت يا بيت. من النت؟ ايوه، امال ايه؟ ده انا اتصلت بالتليفون وطلبتهم. حبه مكياجات كده، انما ايه؟ طب كنت قلتي لي وانا كنت جبت لك انا. تجيبي لي وتجيبي لي ليه يا حبيبتي بقى ان شاء الله؟ هو انت يا اختي تعرفي تحطي الحاجات دي؟ وهتعملي بيهم ايه بقى ان شاء الله؟ ايه يا جماعه مالكم؟ في ايه الحاجات اللي معاكي دي يا امي؟ انت جايبه حاجات لهبه ولا ايه؟ لا يا اخويا، الحاجات دي ليا انا. هو ايه؟ في ايه مالك انت ومراتك؟ هو انتوا فاكريني كبرت ولا ايه؟ يعني انت يا حماتي هتحطي الحاجات دي وما حطش ليه يا اختي ان شاء الله؟ ما تسيبيها يا هبه تعيش لها شويه، ربنا يديها الصحه. ده انت مهتميه بالحاجات دي اكتر مني. طبعا يا حبيبتي لازم اهتم بالحاجات دي، ولا انت عايزاني ادفن نفسي؟ ما تعلميها يا ماما، علميها ازاي تحط الحاجات دي وتتذوق كده. وماله، علميني يا حماتي. خليكي يا اختي قاعده كده زي البومه، ولا بتعرفي تعملي حاجه. لو كنت بتعرفي تحطي كان زمانك حطيتي واتزوقتي كده وبقيت على سنجة 10. ما كفايه انت يا حماتي تحطي، انا هحط ليه؟ احط يا اختي، ما احطش ليه؟ بس انت يا امي مش شايفه يعني ان انت كبرتي على الحاجات دي؟ بقول لك ايه يا واد، ما تقوليش كبرت دي. ايه كبرت دي ان شاء الله؟ انا لسه في عز شبابي. مش كفايه السنين اللي فاتت دي كلها وانا قاعده وصابره لحد ما ربيتك وكبرتك واديك اتجوزت وخلفت؟ ايه، حرام اعيش لي يومين؟ طب ما تقلعي الحجاب بقى بالمره يا حماتي. اقلع الحجاب؟ لا يبقى عيب. ما نوديكي بقى للكوافير ونجيب لك عريس بالمره. تصدق يا واد يا عصام، فكره حلوه موضوع العريس دي. يا لهوي عليك يا عصام، اديك شبطتها. لا يا اختي، ما شبطنيش ولا حاجه. وانا ناقصني ايه يعني عشان اتجوز واعيش لي يومين؟ ما هو خلاص ما عادش حاجه، هو اتجوز وخلف وخلاص، انا ما عادش ورايا حاجه بقى. ده انت حتى يا واد يا عصام مش هين عليك تخرجني ولا تفسحني. طب بقول لك ايه، انا عندي فكره حلوه. ايه رايك الاسبوع الجاي ناخد بعضنا كده ونروح نقعد اسبوع في الساحل الشمالي؟ اسبوع بحاله يا ماما. طب قولي يوم كده نروح نقضي يوم جمعه ولا حاجه. طب وماله، ايه يعني نفك عن نفسنا كده ونقعد اسبوع ونتفسح ونهيص. وبعدين يا اخويا ما تخافش، انت مش هتغرم ولا جنيه، ما انا معايا الفلوس. مش على الفلوس يا امي، انا ما عنديش وقت، انا مش فاضي. ازاي يعني؟ انا بروح الشغل. ومال يا اخويا ما تفضي نفسك كده كام يوم. عايزاه يخرجك ويفسحك، اذا كان لا بيخرجني ولا بيفسحني. انت حرة، مش عايزة تتفسحي ولا تخرجي، لكن انا بقى عايزة اعيش حياتي واشوف نفسي. حياتك ايه بس يا امي؟ ما احنا عايشين معاكي اهو. وماله يا اخويا، ابقى فسحها ما تزعلهاش. والله ده انتوا ناس تسد النفس. والله انت جدعة يا حماتي، مهتمة بنفسك كده وعمالة تحطي مكياج وتتزوقي، هتفضلي شباب. طبعا يا اختي، امال انا عايزة ادفن نفسي بالحية زيكم؟ يا امي ده انت داخله على 60 سنه. طب وماله؟ مالها يا اخويا، ما هي حلوة اهي. ايوه يا اختي والنبي قوليله. ايوه يعني كل سن وله حكمه. يعني ما ينفعش مثلا في السن اللي انت فيه ده تلبسي جيبه ضيقه ولا بنطلون مثلا وتمشي بيه في الشارع. كل سن وله حكمه. تصدق فكرة حلوة يا واد الكلام اللي بتقوله ده. يا سنة سوخة، انت كل ما تقول كلمة هتشبطها. والنبي لا اطلب طقم من اللي انت بتقوله ده من على النت. يخرب بيت النت، ده انا هاخد منك التليفون. لا يا اخويا طبعا، الا التليفون ده هو اللي بيسليني. يا لهوي، ده انا بشوف حاجات على التليفون ده بيطلبوا فيه عرسان وعرايس. ده انتوا مش عارفين حاجة. ايوه يا حماتي، بس دول ناس صغيرين مش ناس كبيرة في السن. يا باي عليكي، سدتي نفسي. اسكتي يا هبه اسكتي، ما تسديش نفسها. بس ايه ده، انا طالبة حتة طقم من على النت جميل، كلها ساعة واحدة بس وهيوصلني. لو النبي صحيح، طب كنت اطلبي لي الطقم ده، اطلبيه لي انا. نعم اطلبهولك ليه بقى؟ خليكي يا اختي، خليكي في الجلاليب اللي انت لابساها. ما احسن حاجه اللي هي لابساه يا ماما، ما هي حاجه لايقه على سنها. كل واحد لازم يعيش في سنه. انت لازم تعيشي في دور الام. ما انا عشت يا اخويا في دور الام لحد ما ربيتك بقالي 30 سنه. عايزه اشوف حياتي بقى يا اخويا، عايزه اعيش لي يومين. ماشي يا ستي عيشي حياتك. ايوه طبعا، ده انا دلوقتي همسك التليفون واتفرج فيه على اللطقم والحاجات، وهبعت اجيب طقم كمان غير اللي انا كنت طالباه. طب يا امي مش حرام عليكي فلوسك اللي انت عماله تبعزقيها دي؟ هتمتع بفلوسي، ومن هنا ورايح ما عدتش هقعد في البيت، هخرج كل يوم وافسح نفسي. ما حدش قالك حاجه يا ستي، اتمتعي. اهو الباب بيخبط. يلا يا امي شيلي الحاجات اللي معاكي دي. لا يا اخويا مش هشيل. قوم افتح الباب، شوف مين زمانها واحده صاحبه مراتك. ايوه اللي على الباب جاي. انا عارفه ان انت غيرانه مني عشان شويه المكياجات والحاجات الجميله اللي انا جايباها دي وانت ما عندكيش. دي ساره اختي، تعالي يا ساره. تعالي يا ساره، شوف امك واللي عاملاه. تعالي يا ساره يا بنتي. ايه يا جماعه، في ايه؟ مالها ماما؟ قال ايه؟ زعلانين ان انا طلبت شويه المكياجات دول من على النت. عاجبك يا ساره اللي امك بتعمله ده؟ وقال ايه؟ عايزه اتفسح وخرجوني ودوني الساحل الشمالي.
تعالي معانا يا بنتي يا ساره، نروح المصيف نقعد اسبوع نتفسح كده ونتبسط. ايه ده يا ماما؟ ايه المكياجات اللي معاكي الحلوه دي؟ هو انت جايبه الحاجات دي عشاني؟ نعم عشانك ايه؟ دي جايباها لنفسها يا ساره، جايباها لنفسها. بتقولوا ايه لنفسها؟ انت يا ام هتحطي الحاجات دي؟ وما احطش ليه؟ بقول لك ايه، انتوا اتجوزتوا وعشتوا حياتكم، لكن انا ما عشتش حياتي ولا اتبسطت ولا اتهنيت. امك قاعده بالليل والنهار على التليفون وماسكه جروبات النت وعماله بقى تطلب في اوردرات وفي حاجات. يا ماما ده انت عندك 60 سنه وعندك بنت اتجوزت وابنك كمان كبير ومتجوز. ده انا في عز شبابي يا بت. يا حماتي ده انت خلاص قربت تتجوزي احفادك. اعوذ بالله منكم. يا جماعه دي اكيد بتهزر. هو انتوا خدتوا الموضوع بجد ولا ايه؟ طبعا، ما انا عارفه ان انت نفسك افضل قاعده كده على الكنبه واتكسح وما اتحركش ولا من مكاني. يا حبيبه قلبي ده انت منورانا. يا ماما فوقي من اللي انت فيه ده، واعرفي ان انت عندك عيال كبيره وانت كمان سنك كبر. وانا عملت ايه بقى؟ فيها ايه يعني لما احط شويه روش كده على بقي؟ اقول لك على حاجه، هات القلم الروج اللي معاكي ده. ليه كده بس؟ وانا كمان يا حماتي هات القلم التاني ده. بقى كده تعملوا فيا كده؟ طب هي والله اللي راميه اللي معايا على الارض وما عدت عايزه حاجه. بقول لك ايه، انت تجيب لي حاجات بدل اللي هم خدوها دي، ماليش دعوه. يا ماما ده انت عايش عشان ولادك دول وعشان تديلهم اللي هم عاوزينه. لا يا حبيبي، انا ربيتهم واديتهم كل اللي هم عايزينه من زمان. سيبوني في حالي بقى، حرام عليكم، هتاخدوا عمر اللي راح واللي جاي كمان. سيبوني اعيش لي يومين. بقول لك ايه يا اخويا، انا جايه بصراحه عشان موضوع تاني خالص. موضوع ايه؟ خير. انا عندي مشروع، بس مشروع ايه جامد هيكسبنا ذهب، وامك بقى هي اللي عليها تمول المشروع. مشروع ايه ده يا اختي اللي انا اموله؟ والله يا حماتي فكره، وهي حاجه تشغلك بدل النت اللي انت قاعده عليه بالليل وبالنهار. مشروع ايه يا حبيبتي اللي اموله؟ ماليش دعوه، ما هو راجل كبير اهو زي الشحط، وهي كمان متجوزه ومعاها راجل. ما هي قاعده معانا، طول ما هي قاعده في البيت تقول انا زهقانه وفسحني، وانت عارفه ان انا مش فاضي وعندي شغل. احنا نفتح مصنع ملابس وانت يا ماما تبقي المشرفه. افتحيه يا اختي انت واخوكي. ما هو البركه فيكي بقى يا ماما. لا بقول لك ايه، انا هخرج واتمتع بفلوسي. الفلوس اللي معايا دي انا هتمتع بيها اليومين اللي فاضلين من عمري. خلاص يا حاجه، انت هتساعدي براس المال والدخل كله هيبقى ليكي. ده انتوا طمعانين في القرشين اللي حيلتي بقى. احنا عايزينك تشغلي نفسك وتضيعي وقتك بدل ما انت قاعده زهقانه كده. واهو تتعاملي مع الناس وتشوفي الناس بدل النت اللي انت قاعده عليه ده. لا انا بسلي نفسي بطريقتي، انا بقعد على التليفون واخش على الجروبات واعمل اللي في مزاجي. والله النت اللي انت قاعده عليه بالليل وبالنهار ده هو اللي هيخرب دماغك. ده احلى حاجه بتسليني، ده حتى هيتعب لك عينك يا حماتي. بقول لك ايه، انا هعدي عليك بكره عشان ننفذ المشروع اللي اتفقنا عليه ونجهز المكن والمكان اللي هنعمل فيه المصنع. بس انا مش هدفع ولا جنيه. هتدفعي يا ماما. دي فكره حلوه قوي يا حماتي، وكلنا هنشتغل مع بعض فيه. بس امي لازم تكون راضيه، ما ينفعش تعمل حاجه غصب عنها. انا همشي بقى. ما قلتليش يا امي، انت راضيه بالكلام ده ولا ايه؟ ايوه يا ابني، راضيه. سلام بقى. انت عارف الحاجات اللي خدتها اختك ومراتك دي انا شارياها بكام؟ 700 جنيه. اانا عايزاهم، عايزه 700 جنيه، ماليش دعوه. حاضر، هديكي كل اللي انت عايزاه. بقول لك ايه يا هبه، قومي ادخلي جوه كده عشان عايزه اتكلم مع ماما كلمتين على انفراد. ماشي. خير يا اخويا، عايزني في ايه؟ ينفع مراتك واختك يضحكوا عليا؟ طب بس اهدي كده يا ابني، ده انا عشت عمري كله ما بخرجش من باب الشقه. يعني انت يا امي هان عليكي تدفعي 700 جنيه في الحاجات دي؟ ده كلام فاضي. وهم فين الحاجات؟ ما هم خدوها مني. وايه يعني فيها ايه يا ابني؟ هو انت يعني الفلوس معاكي عشان معاكي قرشين خلاص محيرينك بتقرصك الفلوس؟ ما تحافظي على القرشين اللي معاكي كده وتحافظي عليهم، اعملي بيهم حاجه تنفعك. اطلعي يا ستي اعملي عمره. انت طمعانين فيا بقى، عايزين تاخدوا القرشين تصرفوهم. نصرف ايه بس؟ انا الحمد لله ربنا رزقنا ومعانا. وبعدين يا ست انا هتكفل بكل حاجه، انا الحمد لله مكفي بيتي. ما انا برضه هطلع اعمل عمره، مين قالك يعني ان انا مش هطلع؟ بس احقق اللي نفسي فيه وبعد كده اطلع عمره. يا امي انا بقولكيش حاجه، بس لو سمحتي عيشي سنك. اللي انت بتعمليه ده غلط، ما يصحش. جرى ايه يا واد؟ عايزين تدفنوني بالحياه ولا ايه؟ ماله سني؟ انت فاكرني كبرت ولا ايه يا واد؟ ده انا لسه في عز شبابي. والله فاكرك بتهرجي كل الحاجات اللي انت بتعمليها دي، ما ينفعش يا امي كده. يعني انت بجد كنت شاريه الحاجات دي ليكي؟ طبعا كنت شاريه الحاجات دي ليا، امال شاريها لمين؟ ما ابوك ميت من زمان، ده بقاله كام سنه، ده انا ما عشتش يا واد ولا يوم حلو.